السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عالم تصليح الساعات. احنا بنكمل يا جماعة جمال تصميم الساعات وجمال فن تركيب الساعات وفن نحت الساعات ودقة التصميم وروعة التصميم ويعني جمال التصميم حاجة روعة جدا. الكلام ده يا جماعة بتكلم برضو على ساعات قديمة جدا. أنا بوريكم حاجات، طبعا كل الحاجات الجديدة دي كلها تعتبر، الساعات الجديدة دي كلها يعني ما تجيش حاجة بالنسبة للساعات القديمة اللي هي كانت البوكيت ووتش، او الساعات القديمه اللي هي تطورت بعد البوكيت ووتش ازاي ديت كده وبقت حاجه صغيره، لكن هي اصلها بوكيت ووتش وراحوا عاملين لها قديم من هنا. ونفس، شوف هتلاقي حتى نفس الكراون، التاج اللي موجود هنا هو نفس طريقه التاج اللي موجود في الكبير دوت. لكن احنا بنقول الكلام ده يا جماعه من زمان، الحاجات دي كان كلها حاجات يدوي يدوي. اللي انت شايفه ده، اللي انت شايفه ده نحت يدوي. شوفوا الاشكال، بص هناخد مجموعه. طبعا انت لازم عندك قطع غيار كتيره جدا للحاجات. يعني شوف الاشكال دي، هناخد اهو اشكال. بص اشكال شكلها ايه، بص مجموعه اشكال شكلها ايه، وهنشوفها تحت الميكروسكوب. وكل حاجه ليها تصميمها. شوف ده مثلا شكله ايه، الستيم دوت، بص شكله ايه. وده تقول هو ده هو ده، لا ده مش هو ده. اهو لو مسكناهم كده مثلا، بص هتلاقي الشكل ايه، مختلف. بص القاعده لتحت مختلفه زي ما انت شايف. ده حاجة وده حاجة، ده شكل وده شكل، وهنشوفهم تحت الميكروسكوب كلها. لكن شوف الكراونز مثلا، شوف الكراون ده شكله ايه. ده يبقى واحد عمله وده واحد عمله، شكل متقارب متقارب، بس برضو ده نحت يدوي مختلف مختلف. هنشوف جمال روعته تحت. نشوف ده شكله اهو، نفس الشكل اهو انت شايفه ده، بس حاجة تانية عاملينها بطريقة تانية بحيث ان يبقى في قاعدة فيه زي ما انت شايف. هنا عاملين كمان قطعة نحاس موجودة، منظر جميل. هنا عاملينه فضي برضو بنفس الشكل بس اقصر. يعني نحت واشكال يا جماعه. الاشكال دي لازم يبقى عندك مجموعه كبيره جدا. الحاجات دي كلها هنشوفها تحت الميكروسكوب. بص المنظر، بص كميه الستيمز اللي موجوده، بص كميه الستيمز اهي. هجيب لكم الحاجه اهي، ناخدها من هنا. شوف كميه عندنا، لازم ستيمز يبقى قد ايه عندنا، اللي هي المسامير. بص اشكال كل واحد، ده شكل زي ما انت شايف، ده شكل تاني، ده شكل تالت. كل ده يا جماعة نحت يدوي، كل ده نحت يدوي، كل ده نحت يدوي. يعني حاجة يعني مذهلة ومذهلة ومعجزة من معجزات الزمن، ان ربنا ادى المهارة للناس ديت يقدروا يعملوا الحاجات دي وانهم يبقوا صابرين. بص المنظر، اشكال، شوف صغير ازاي هنا، يعني حاجة قد ايه صغيرة. بص هنا يبقى حاجة رفيعة جدا صغيرة ازاي. بص حاجة يعني مفيش خالص، حاجة يعني حاجة مذهلة. وشوفوا معايا يا جماعة اشكال الكراونز قد ايه. شوف اشكال الكراونز قد ايه، صغيرين وكبار، حاجة يعني جميلة جدا. اهو ناخد شوية كده نبص عليهم كده اهو، نحطهم في ايدينا كده. حاجة مسطحة وحاجة مربعة وحاجة طويلة وحاجة رفيعة وحاجة اسطوانية، يعني حاجة جميلة جدا. بص المنظر هنا، بص ده مثلا شكله ايه، بص مستطيل، حاجة جامدة جدا. بص ده شكل ايه، بص ده شكل ايه. كل دي يا جماعة حاجات يدوي، حاجات رائعة بصراحة، حاجات مش عارف اقول ازاي. واخد دايرة مش كاملة اوي، كورة مش كاملة اهو زي ما انت شايف. ده غير ده خالص، شفت حاجة وده حاجة، ده حجم وده حجم. بص المنظر مثلا اهو، حاجة تانية خالص. بص المنظر رفيع، بص المنظر ده الجميل ده. كل ده يدوي، كل ده يدوي. بص المناظر، النحاس الأحمر، كل ده نحت يدوي يا جماعة. بص هنا النحاس الأحمر غير النحاس الأصفر اللي هو ده، النحاس الأصفر أهو طبعا بيكبي شوية. وهنا النحاس أهو، النحاس الأصفر عامل زي الدهب بالظبط. وده النحاس الأحمر، يعني حاجة فوق الروعة. بص أشكال الحاجات الصغيرة أهي، بص بقى حاجات منها صغيرة أهي، شوف صغيرة أهي، حاجات صغيرة لساعات الحريمي كانت من البوكيت واتش ساعتها أهي. بص حاجات صغيرة ازاي، بص الفرق بين ده وبين ده اهو، شوف قد ايه فن يا جماعة، فن. او فرق بين ده وبين ده،
بص المنظر قد ايه، بص حاجات صغيرة خالص اهي، بص المنظر حاجة يعني مفيش خالص، بص المنظر حاجات رائعة رائعة، بص المنظر الجمال ده، بص الجمال ده، يعني عامل نقشة هنا والحاجة يعني حاجة فوق الوصف فوق الوصف. هنشوف المجموعة دي كده تحت الميكروسكوب، نشوفها مع بعض، نشوف رأيكم فيها، بس يا ريت تكتبوا لي في التعليقات رأيكم ايه في الحاجة دي. تعالوا يا جماعة هنشوف الكراون ستيم ده تحت الميكروسكوب، ونشوف جماله ونشوف الحاجات الحلوة اللي فيه. شوف مثلا هناخد الستيم ده، شوف مثلا يعني فكرة واحدة يا جماعة، الفكرة واحدة اهو، ادي واحد وادي واحد زي ما قلنا. شوف نفس الحاجة، تصميم مختلف عشان كل واحد ليه طول معين وكل واحد ليه مكان هيدخل فيها، لكن الفكرة واحدة اهو. انت هنا لازم هتلاقي الحتة دي اللي انت شايفها دي اللي بتخلي الستيم كراون اللي احنا شفناه قبل شوية ده ما يطلعش اهو. لما نشد كده يبقى ثابت اهو في الحتة دي، اهي الحتة دي اللي هي دي اللي انتوا شايفينها دي بصوا عليها كده اللي هي الحتة دي، شوفوا احنا بنقفل ازاي اهو، في فراغ هنا او يدخل هنا في الحتة اللي احنا شفنا عليها اللي هي الليفر دوت، وهنا هتلاقي تحتيه اهو لو احنا شدينا ده كده اهو، ادي نفس الفتحة دي اللي هي موجودة في كل الحاجات هنا هتلاقيها اهي، هنا اهي انت شايفها دي، وهنا اي واحدة هنلاقيه هنا اهي موجودة الحتة دي، وهنا اهو الحتة دي اللي انت شايفها دي اهي اللي هي دي اللي انت شايفها دي. يعني هي الفكرة واحدة، لكن تعالوا شوفوا كده جمال تصميم كراونز اخبارها ايه. شوفوا الفن يا جماعة، شوفوا الجمال في التصميم وفي النقشة وجمال أشكال وألوان يا جماعة، أشكال وألوان أهو. شوفوا الأشكال مثلا، شوفوا شكل غيره أهو، حاجة يعني فن أشكال أشكال. بص حاجة صغيرة اهي، بص معايا، بص المنظر جميل. نفس الفكرة برضو الحتة اللي هي بتوقف اهي اللي هي دي اللي قلنا عليها، اللي هي دي اللي هي دي بتوقف انه يطلع. بص الاشكال يا جماعة حاجة يعني في منتهى الروعة. ده الى جانب طبعا تصميم نفس الستيم دوت او المسمار ده، شوف تصميم جميل وفن وخراطة وحاجة رائعة. اهو نشوف الستيم لوحده حتى، اهو ادي الستيم لوحده زي ما انت شايف، ومن هنا بقى بيركب له الكراون الحتة اللي فوق اللي انتوا شايفينها دي اللي هي دي، وادي ستيم تاني اهو، ونفس الحاجة اللي انت شايفها هنا اهي عشان توقفه انه يطلع، وادي هنا يتركب الكراون. نفس الحاجة يا جماعة في الساعات الجديدة. طبعا هتقول انت بتتكلم عن الساعات القديمة والحاجات دي، انا بتكلم عشان دي تحف فنية. ادي نفس الحاجة الاستيمات الجديدة، انواع واشكال زي ما انت شايف بتاعت الساعات بقى الحديثة. بص اشكال 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 اشكال، يعني مش عارفات، مش عايز اقول الاف تاني، لكن في الاخر هي الفكرة واحدة. هناخد اي واحد اهو مثلا اهو، ناخد ده اللي انت شايفه ده، نعمل عليه فوكس بس زي ما انت شايف. نفس الفكرة القديمة، حاجة من 200 سنة هي هتلاقي هنا برضو ديت الكروف دوت علشان يوقفوا انه يطلع، ونفس الحاجة هنا مقاس الحتة اللي بتدخل تلف الحتة ديت اللي هي بنقدر نضبط بيها الساعة، عقرب الساعات وعقرب الدقايق منها، ودي اللي بتثبت الحتة دي اللي بتثبت رفيعة يعني، وديت اللي بتثبته جوه مكنة الساعة. نفس الفكرة، ادي القديم وادي الجديد، ادي يا سيدي القديم، اخد اي واحد قديم اهو وادي الجديد.
فكرة واحدة، مفيش خلاف بينهم، نفس الحاجة، هي دي هي دي، الحتة دي هي الحتة دي، الحتة دي هي الحتة دي، يعني نفس الحاجة. حاجة جميلة. بس طبعا شوفوا الأشكال الجديدة بقى، يعني أشكال، كمية كمية، يعني زي ما انت شايف اهو، حاجة يعني أنواع 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 كتيرة جدا جدا جدا، يعني لا تتخيلها فعلا، يعني حاجة فعلا فن. وادي الستيم اكستنشر، وادي الستيم اكستنشن اللي هو تحاول لو عايز تطول الستيم بتاع الساعة أو المسمار بتاع الساعة تستخدمه فيه. حاجات جميلة يا جماعة، وأشكال كتيرة وتصميمات جميلة. بس خدوا بالكوا ده مكن، انت شايفه ده مكن، لكن طبعا الحاجة القديمة دي حاجة يدوي. أتمنى يا رب تكونوا اتمتعتوا بالفيديو دوت، وأتمنى رب العالمين يعجبكم.